السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. مع تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى ضوء كذلك التصريحات المتضاربة لكبار المنتجين، حديث حول اجتماع فيينا القادم كآخر فرصة لتصحيح مسار أسعار النفط إيجابيا ورفعها نحو الأعلى ومنع انهيارها. لكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ في كلتا الحالتين ارتفاع أم تراجع كبير أو انهيار. فهل ستتمسك دول أوبك باتفاقها في الجزائر وتنفذه خلال اجتماع فيينا المقبل؟ ما هي المعايير التي سيتم مراعاتها لتوزيع الحصص على الدول الأعضاء؟ هل الجزائر مهددة بفقدان حصتها من الغاز في الأسواق الأوروبية في غضون 2019؟ وهل حان الوقت لتغيير سياسة الجزائر في تصدير الغاز؟ وللتفاصيل عن هذه المواضيع وأخرى، أسعد باستضافة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل. أهلا ومرحبا بك معنا. شكرا. إذن كأول سؤال، الاتفاق الذي حدث في الجزائر هو اتفاق عام، التفاصيل تركت لفيينا. أنت كمختص في الشأن الطاقوي، كيف تتوقع أن يكون اجتماع فيينا أواخر نوفمبر؟ لازم ننظروا إلى السوق في 2017 إذا ما كان فيه اتفاق في فيينا، لأن العرض والطلب والفائض سيكون حوالي 1,000,000 برميل اليوم. نعم. المعدل في السنة 2017 إذا ما كان فيه أي اتفاق، وهذا يصير عنده انعكاسات وخيمة على البلدان المنتجة. نعم. ولا سيما على البلدان الكبرى كما السعودية والعراق مثلا، وحتى على روسيا، ويمكن أقل في إيران، لأن إيران نوعت الاقتصاد ديالها وكانت تحت ضغط العقوبات مدة طويلة. ولهذا نظن هذا هو الضغط الكبير اللي يكون على المنتجين في فيينا باش يوصلوا إلى اتفاقية تكون في مصلحة الدول المنتجة، ويستقر السوق بدون فائض في 2017. ولكن ولو يكون يصير فيه اتفاق، يكون دائما تحدي موجود من البترول الصخري الأمريكي، لأن لما أسعار تزداد فوق $50 هذا يعطي مجال للبترول الصخري باش ينتج أكثر كمية. وانا نشوف بان التحدي الكبير للمنتجين في اتفاقية فيينا هم الدول اللي عطاو لهم اسمحوا لهم استثنائيا كما نيجيريا، كما ليبيا، وكما العراق، اللي زادوا في الانتاج ديالهم حوالي 600,000 برميل. والمشكل واش غادي يزيدوا من بعد ذلك في السنة 2017 ويخليوا السوق ما يكونش فيه استقرار، أو يدخلوا في الاتفاقية في نوفمبر. نعم. ويبقوا مجمدين الإنتاج ديالهم في هذاك المستوى. نعم. إذا شفنا تم تشكيل لجنة خبراء، كان هناك اجتماعات كثيرة، كان في اسطنبول، كانت في أبو ظبي، كانت في الرياض إلى غير ذلك. كل هذه الاجتماعات ما تمش فيها الاتفاق، كان هناك فشل في الرؤى إلى غير ذلك. أنت هل راك متفائل أم متشائم أنه راح يكون هناك اتفاق في فيينا انطلاقا من هذه المعطيات؟ لا، انطلاقا من هذه المعطيات نظن لأن الضرر للمنتجين يكون كبير إلى ما صار فيه اتفاق، ولا سيما على السعودية كما قلت، وعلى روسيا، وأقل على إيران. نظن يصير فيه اتفاق لأن السعودية تنتج 10.6 مليون برميل اليوم، والضرر يكون أكبر في الاقتصاد السعودي، ويصير فيه تضخم، ويصير فيه حتى تسعيرة الريال ستنخفض، ويتضرر الاقتصاد السعودي أكثر من ما هو الآن. ولهذا نظن هذا هو السبب الكبير اللي يخليهم باش يوصلوا إلى اتفاقية. نعم. إذا أنت تشوف أن المشكل ما راحش يكون من السعودية. شفنا مؤخرا رغبة كبيرة من طرف السعودية في تثبيت اتفاق الجزائر. شفنا زيارة للجزائر مؤخرا للوزير
الطاقة يعني السعودي خالد الفلاح، يعني ما تظنش أنه يعني مجيء هذا الوزير الجديد خالد يعني الفلاح وذهاب يعني الوزير السابق نعيمي غير ربما يعني من معادلة يعني سوق النفط؟ هذا ربما عنده يعني نظرة تختلف عن الوزير السابق، أم أنه الأزمة الحالية هي اللي خلت السعودية تغير موقفها؟ ايوه صحيح، لان الاستراتيجيه اللي تبعتها يعني من قبل نعم. اعطت ثمارها وانخفض يعني البترول الصخري. نعم. ولكن الان المشكل كيف يعني نستقروا في الاسعار، كيف تكون الاسعار يعني اعلى وتكون يعني بطريقه ايجابيه، تكون عندها انعكاسات ايجابيه كيف؟ على الاقتصاد المنتجين. كيف يمكن هذا هو القرار اللي لازم ياخذوه في نعم. فيينا، هو يعني خفض 700 ألف ويعني مساهمة كل المنتجين في الحصص ديالهم باش كلهم يعني يساعدوا. مثلا احنا في 2008 نعم. لما صار فيه الاجتماع الأوبك في وهران قررنا بخفض 4.5 مليون برميل. هذه نعم. كمية كبيرة جدا. وكانوا الأسعار حوالي $30 في ديسمبر 2008. ولما أخذنا هالقرار كلهم صاروا ملتزمين بهالقرار لأول مرة يمكن في التاريخ تاع الأوبك صاروا ملتزمين بهالقرار، وزاد السعر بحوالي حتى حوالي وصل إلى $60 نعم. في جوان 2009. نظن الالتزام هو أكبر يمكن مشكل اللي يمكن يضر المنظمة، لأن السعودية خايفة مثلا تخفض الإنتاج ديالها نقولوا ب 500 ألف، ولكن الآخرين ما يخفضوا، ياخذوا مكان. مثلا شكون هذه الدول مثلا اللي تتوقع انه ما تلتزمش يعني بنظام الحصص ونظام يعني اولا عندك الدول خارج على المنظمه كما روسيا. مثلا روسيا في 2008 نعم. يعني قالت باللي رايحه يعني تخفض، ولكن ما خفضت في هذاك الوقت. ولهذا فيه تخوف يعني من طرف السعوديه بان مثلا روسيا ما تلتزم يعني باي التزام اللي راح تاخذه من بعد الاتفاق، لان روسيا راح تستنى في المنظمه تاخذ القرار المناسب باش تشارك من بعد، ولكن الى ما تشارك من بعد يصير يعني مشكل. هذه من الناحيه الاخرى عندك العراق مثلا راها تحب تزيد يعني كثير يعني في الانتاج ديالها، وعندك الانتاج من ليبيا والنيجيريا اللي ولا واحد يعرف يعني اذا سيزداد او لا، ولهذا سيأخذ مكان حصة السعودية مثلا في الأسواق الدولية. هذا هو التخوف من طرف السعودية. ولكن ما نظنش المشكل الإيراني هو مشكل كبير، لأن الفرق بين إيران والسعودية في الإنتاج هو حوالي 200 ألف برميل، لأن الآن إيران تنتج 3.8 مليون برميل وتحب توصل إلى 4 مليون برميل اليوم، لأن هذه كانت حصتها من قبل العقوبات اللي كانت يعني تحتها يعني من طرف الغرب. نعم. الآن بما أنك تكلمت بلغة الأرقام سي شكيب، قلت أنه لازم يكون هناك تخفيض ب 700 ألف يعني برميل يوميا، والآن لو نشوفوا ربما شحال يعني كاين من تخمة العرض نلقاو حوالي 1.5 إلى 2 مليون برميل. نعم. إذن ما تظنش أنه الكمية هذه غير كافية من أجل عودة استقرار أسعار النفط؟ ولهذا أنا لما تكلمت على يعني اللي موجود فيه يعني الفائض. نعم. معدل الفائض حوالي مليون. نعم. ولكن الفائض في الربع الأول حوالي 2.5 مليون، والفائض في الربع الثاني حوالي 1.5 مليون، ولكن ما يكونش فيه فائض يعني في الربع الثالث والرابع. ولهذا أنا تكلمت على المعدل، ولهذا هما الاتفاقية اللي ياخذوها هو باش يتطرقوا إلى انخفاض المعدل في طول السنة. ولكن هذا لا يعني بأن الأسعار سترتفع بسرعة من بعد القرار، لأن ما زال يكون فيه فائض كبير في الربع الأول. ولهذا لازم نتوقعوا بأن الأسعار ما ترتفع بكثرة في الربع الأول والثاني، ولكن ترتفع
اكثر يعني في الربع الثالث والرابع ديال 2017. نعم. الآن ربما السؤال يطرح نفسه، ما هي ربما المعايير التي سيتم أخذها بعين الاعتبار يعني في تحديد حصص كل دولة؟ هذا هو المشكل الكبير، لأن حتى الآن ما فيه استقرار في الحصص، لأن نعم. كل دولة راها تنتج أكثر وأكثر، ولأن يعني الطلب في السوق مش كافي باش يمص كل هذا العرض يعني في السوق. ولهذا عندك مثلا العرض تاع نيجيريا والعرض تاع ليبيا والعرض تاع العراق راح يصير يزداد، ولهذا على اي مستوى راح تاخذ هذه الحصص ديال هذه الدول مثلا. نعم. انا نظن لازم يعني ياخذوا قرار في فيينا على المستوى اللي يوصلوا اليه مثلا في فيينا في 30 نوفمبر. نعم. ويجمدوا على الاقل في يعني في السنه الجايه يجمدوا الانتاج ديالهم كمساهمه لهذه الاتفاقيه، لان الى السعوديه تاخذ هذا القرار لتجميد او تخفيض ب 700 الف مثلا مع دول اخرى. نعم. ويخليوا يعني دول اخرى تزيد، يعني هذا يعني ما وصلنا الى اتفاقيه. نعم. ولهذا ما يصيرش فيه استقرار. ولهذا انا نظن كل دوله لازم تساهم، حتى الدول اللي قالوا لها عندها سقف يعني في الانتاج ديالها كما نيجيريا كما ليبيا او كما العراق، ولو عندهم حق يعني صحيح عندهم حق باش يوصلوا الى حصص اكثر، ولكن السوق الان ما يستوعب يعني كل هذه الكميه. ولكن في ظرف سنه او سنتين نعم. لما الطلب سيزداد بحوالي في ظرف سنتين الطلب سيزداد بمليونين برميل اليوم. ولهذا في هذاك الوقت يكون فيه وسع لكل هذه الدول باش توصل الى الحصص ديالها اللي كانت بها يعني من قبل ما يكون فيه المشاكل في هذه الدول. نعم. يعني في حالة أنه لا قدر الله يعني لم يتم الاتفاق يعني في اجتماع يعني فيينا أواخر شهر يعني نوفمبر، كيفاش تتوقع تكون أسعار يعني النفط في الأسواق الدولية؟ عادي تكون عندها انعكاسات سلبية على السعر ولا بد منها، يعني لأن كما قلت الفائض يكون كبير في ولا سيما في الربع الأول، ولهذا تكون تحت ال50 دولار. يعني تقدر تكون 40 دولار، يمكن توصل إلى 40 دولار يعني في الربع الأول. ولكن يعني ولو ما يصير فيه اتفاقية تبقى في ارتفاع من بعد ذلك لتوصل إلى مستوى أكبر من 50 في آخر 2017. ولكن الأسعار تكون أحسن إذا أخذوا القرار، يكون أحسن على الأقل فرق 5 دولارات أو أكثر البرميل من اتفاق أو غير اتفاق. هذا هو المشكل بالنسبة، وهذه يعني فرق كبير بالنسبة إلى الدول، يمكن 10% من السعر الفرق، والضرر يعني للمنتجين يكون كبير. يعني المنتجين وحتى الشركات، يعني شفنا اليوم يعني الشركات يعني الخاصة بالبترول كلها راهي يعني في بطالة، كذلك تسريح العمال إلى غير ذلك. هي أزمة ربما يعني كل العالم يعني متأثر بها، لكن اليوم ممكن نعرف من يتحكم يعني في أسعار النفط. احنا نسمعوا أنه يقولوا البورصات العالمية إلى غير ذلك، اليوم من يتحكم في هذه الأسعار؟ هو على حسب العرض والطلب. إلى كان السوق يعني في فائض في العرض، نعم. اللي يتحكم فيه مثلا هم المنتجين البترول يعني المنظمة. نعم. ولكن إلى تحكم فيه العرض يكون المنتجين البترول الصخري هو اللي يتحكم، لأن هم اللي عندهم أكبر كلفة في الإنتاج، والأقل كلفة هم المنتجين المنظمة. ولهذا لما يكون فائض هما اللي يتحكموا، والسعر سينخفض الى المستوى التكلفه تاع المنتجين اللي هي اقل من المنتجين تاع البترول الصخري. ولهذا على حساب هذاك، ولهذا لما قلت انا مثلا لما يصير فيه استقرار من بعد 2017 لا يصير فيه قرار ترجع الكرة إلى البترول الصخري. نعم. لأن هما عندهم أكبر كلفة وهما اللي راح يسيطروا على السوق، ولو يزيد أكثر من 50 أو 60 هما يمكن يرجعوا السعر ينخفض، لأن هذا يعطيهم يعني المجال باش يزيدوا في الإنتاج ديالهم.
نعم. إذا أنت ما تتوقعش أنه راح يكون يعني هناك يعني استقرار يعني في أسعار يعني النفط مستقبلا، يعني بعيدا عن اجتماع فيينا، بعيدا يعني على الاتفاق إلى غير ذلك، يعني ممكن تقولنا يعني الأسعار هل راح تبقى على هذا النحو يعني بين 50 55 دولار، أم أنها راح ترتفع إلى 60 70 كما كانت مستقبلا؟ على أي حال في المدى القريب، لما نقولوا احنا نتكلموا على سنتين مثلا، أنا نظن 2017. الأسعار تكون في المستوى 50 إلى 60 دولار، لأن ولو ترتفع البترول الصخري سيكون عنده انعكاسات على الأسعار. ولكن في المدى الطويل ولا واحد يعرف يعني كيف الأسعار تكون، لأن استراتيجية اللي تبعتها السعودية في 2014 كان عندها انعكاسات كبيرة على الاستثمارات الشركات الكبرى اللي كانت تنظر إلى المدى الطويل، وكانت تحاول تطور مشاريع كبرى في البحر وفي حتى في الشمال، يعني في الشمال كندا وغير ذلك، اللي عندهم تكلفة كبيرة. وكل هذه المشاريع يعني خرجت يعني من التطبيق، ولهذا هذا سيكون عنده تأثير في المدى الطويل، ولكن ولا واحد يعرف تكون في 3 سنوات أو 4 سنوات أو غير ذلك. في هذاك الوقت يمكن يكون فيه مشكل بالنسبة إلى العرض، لأن المنظمة ستوصل إلى المستوى أعلى مستوى تاع الإنتاج ديالها، لأن ما عندهاش إمكانيات بس تزيد كثير يعني من المستوى اللي احنا راح نتوصلوا فيه في 2017. والبترول الصخري يمكن يزيد 2 أو 3 مليون برميل اليوم، ولهذا نوصلوا إلى وقت يصير فيه مشكل بالنسبة إلى العرض في السوق، ويمكن الأسعار تزيد بكثير في هذاك الوقت، ولكن ولا واحد يعرف إذا تكون في 2020 أو 2021. نعم. إذا بما أنه كنا نتكلم فيما يخص يعني نظام الحصص والتزام الدول إلى غير ذلك، اليوم كيف يمكن أنه نفرض على الدول، خاصة دول أعضاء في منظمة أوبك، أنها تلتزم بهذا نظام الحصص؟ هذه ما فيه أي شيء تقدر تعمله باش يكونوا يلتزموا. يعني هذا التزام في مصلحتهم، هذا الالتزام في مصلحتهم كما فعلنا في 2008. لازم تكون مصداقية المنظمة تكون على الطاولة، لأن لما المنظمة تقول شيء وتعمل شيء آخر، هذه ما يكون عندها مصداقية ويكون تأثير كبير على السوق. لما السوق يعرف باللي المنظمة تقول أنا نخفض 700 ألف وما تخفض، هذا يصير عنده تأثير سيكولوجي كبير في السوق. راك شفتوا في الأيام الماضية لما واحد في تضارب، تشوف كيف الأسعار تزيد وتنقص، لأن الكلام هذا عنده تأثير على السوق. أي كلام وزير في الميدان عنده تأثير، يكون سلبي أو إيجابي على حساب ما يقولوا في السوق. ولهذا الالتزام هذا كان مشكل كبير في السابق على الدول. كثير من الدول ما كانش تلتزم. لما مثلا ناخذ القرار والسعودية تأخذ الحصة الكبيرة من الالتزام، الدول الأخرى كثيرة منها ما كانت تلتزم، لأن تقول يعني احنا ما عندناش يعني مصالح. حصة كبيرة وما تضرش، ولكن كل واحد يعني يلتزم بحصته ولو تكون صغيرة. هذا يساعد المنظمة في يعني تكون تواجه المشكل الكبير وهو الاستقرار في السوق. نعم، الاستقرار في السوق مقابل يعني تثبيت يعني الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه يعني في الجزائر، إنتاج يعني حوالي 32.5 مليون برميل يوميا. تتوقع أنه يكون هناك تخفيض آخر مثلا، يعني أقل أكثر من 700؟ تتوقع مثلا تكون هناك قرار بتخفيض إنتاج مثلا؟ والله أنا ما أظن يكون فيه قرار غير ذلك القرار اللي أخذوه يعني في الجزائر، ونظن يكون فيه التزام بهذا القرار، لأنه هو قرار ماشي صعب كثير. إذا طلبوا يعني التزام بتكون فيه خفض كبير، أنت عارف يصير فيه مشكل، لأن التخوف هو التخوف من خسارة يعني النسبة في السوق العالمي. لما انت تقول انا نخفض الانتاج ديالي، يعني راح تخسر يعني النسبة في السوق العالمي. وياخذوا واحد اخر، لما ياخذوا واحد اخر انت راك خسرته. ولهذا الالتزام مهم باش كلهم يلعبوا في
يعني القوانين ديال المنظمه. يعني تشوف أنه المنظمة اليوم يعني ما زال يعني قادرة أنها يعني تأثر وتتحكم يعني في سوق النفط كما كان في السابق؟ لا، أنا نظن هي قادرة، و... وكانوا فيه يعني مشاكل من قبل بين نعم. العراق والإيران. وحتى في هذاك الوقت كان فيه التزام، كان فيه قرار بالنسبة إلى المنظمة. الآن ما نظنش فيه يعني مشاكل كبيرة، ولو نتكلموا عن إيران نعم. والسعودية يعني الفرق ضئيل. وإيران يعني ما نظنش تضرر كثير من يعني خفض الحصص هذه. المشكل هو نظن السعودية هي اللي تضرر، ولكن لازم تاخذ القرار لأن هي اللي رايحة تستفيد أكثر من هذا القرار الإيجابي في المستقبل. نعم سي شكيب، يعني بعيدا عن كل هذا التضارب يعني في التصريحات، بعيدا كل عن الفرضيات اللي راح تكون يعني في اجتماع الأوبك اليوم، انطلاقا من هذا الجزائر ماذا ستفعل؟ ماذا على الجزائر أن تقوم؟ هي تقوم بما لديها يعني من علاقات جيدة مع إيران ومع السعودية، باش ومع العراق ومع روسيا، باش نتوصلوا إلى اتفاق على الحصص نعم. وكل دولة لازم تساهم، لأن الجزائر تساهم ب3%، ولكن السعودية راحت عندها الحصة ديالها يعني 30%. ولهذا الأكبر المنتج هو اللي يقدر يساهم. ونظن الجزائر عندها دور مع إيران، باش يمكن حتى إيران تقول يعني مشاني مضررة من هذه الاتفاقية، ولو نخفض ولو نقبل مثلا 3.8، لأن الحقيقة هي أن الإيران ما تقدرش توصل إلى 4 مليون، وكل واحد يعرف باللي ما تقدرش توصل إلى 4 مليون على أي حال، اللي عندها مشاكل فنية وعندها مشاكل مالية. ولكن هي تحب باش يستعرفوا بأن عندها الحق في 4 ملايين، وهي عندها الحق لأن من قبل كان عندها هذيك الحصة، ولكن حقيقيا ما رايحاش توصل. ولهذا هذيك 200 ألف مش لازم نحسبوها في هذه الميزانية. هو المهم هو باش السعودية ودول الخليج هما اللي ساهموا، لأنهما اللي أخذوا القرار في نوفمبر 2014 لاستراتيجية اللي ما كانش متفقة عليها كل الدول الأخرى. ولهذا مسؤولية كبيرة الأعباء تكون على هذه الدول باش تأخذ القرار المناسب وتأخذ الأخطار اللي تجي من إمكانيات المنتجين الآخرين ما يلتزموش بالحصة ديالهم. نعم، إذا بعيدا عن كل يعني الأسعار الاتفاقيات إلى غيرها، الآن نتكلموا فيما يخص يعني الانتقال يعني الطاقوي. اليوم يعني الجزائر يعني حتمية أنها لازم تنتقل يعني إلى طاقات يعني نظيفة، طاقات يعني متجددة إلى غيرها. اليوم رغم أن هناك برنامج سمعنا عليه الكثير وتكلمنا عليه الساسة كثير، لكن اليوم على أرض الواقع يعني ما زال يعني ما مشيناش يعني بصفة يعني جيدة. لماذا سي شكيب؟ لازم لما ننظروا إلى الطاقة في الجزائر احنا نتكلموا على المشتقات البترولية. نعم. اللي تستعمل، نتكلموا على الكهرباء، ونتكلموا على الغاز الطبيعي. بالنسبة إلى المشتقات البترولية الطلب راه يزداد. نعم. الطلب راه يزداد لأن عدد السكان يزداد وفيه نمو اقتصادي. هذا يعني زيادة في الطلب، ولكن زيادة في العجز الميزانية، لأن المشتقات البترولية مدعمة من طرف الدولة. ولهذا كيف نحل المشكل؟ عفوا، كيف نحل المشكل؟ المشكل بالنسبة إلى المشتقات البترولية لازم نزيدوا في الإنتاج البترول، لأن ولو نتكلموا عن المصافي وغير ذلك، المهم هو الإنتاج البترول، لأن الآن احنا نستوردوا كميات كبيرة حوالي $1 مليار ما يساوي من مشتقات بترولية، ولازم نواجهوا المشكل تاع الطلب. صحيح نقدروا يعني بطريقة يعني الاتصال مع المواطنين، نساعدوهم باش يوفروا
استعمال المشتقات بطريقة عقلانية، ولكن الطريقة الوحيدة المعروفة في الدول هي السعر. السعر هو اللي يقدر يعني يسيطر على الطلب باش يكون استعمال عقلاني صحيح. لما المستهلك يعرف باللي راح يدفع أكثر راح يكون عقلاني بالنسبة إلى الطلب ديال المشتقات البترولية. لما نتكلموا على الكهرباء والغاز الغاز الطبيعي نفس الشيء، لأن الطلب تاع الكهرباء والغاز الطبيعي، لما نتكلموا على الغاز الطبيعي هو غاز للمستهلكين لتدفئة المياه مثلا، ونتكلموا على الكهرباء لاستعمالها يعني في الصناعة وغير ذلك. حتى هنا عندنا زيادة في الطلب وعندنا تأثير على عجز على الميزانية، لأن حتى هما مدعمين. ولهذا إذا بقينا في زيادة في الطلب، والزيادة في الطلب معروفة لأن فيه زيادة في السكان والنمو الاقتصادي بالفعل دائم يعني ولهذا لازم نواجهها عن طريق الأسعار، ولازم يعني نغيروا من استعمال الغاز الطبيعي. مثلا تدفئة المياه نقدروا نستعملوا الطاقة الشمسية لتدفئة المياه، ونوفروا الغاز الطبيعي لاستعماله في مثلا الأسمدة وغير ذلك، وحتى تصدير وربح يعني العملة الصعبة. نعم، سي جميل جدا. شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق ضيف والاقتصاد لهذا العدد. استراحة قليلة ثم نواصل النقاش. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد. وضيفي في هذا العدد السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق. إذا كنا نتكلم فيما يخص يعني الانتقال الطاقوي، تكلمت على نقطة مهمة تخص يعني تدعيم يعني أسعار الكهرباء والغاز ومدى تأثير ذلك على يعني برنامج يعني الطاقات المتجددة إلى غير ذلك. اليوم هل الجزائر يعني مقبلة على مواجهة مثلا أزمة طاقوية مستقبلا، خاصة يعني مع تزايد يعني الطلب يعني المحلي؟ اليوم كيف يمكن تطوير هذا القطاع؟ يعني ما هو الحل يعني الذي تقترحه أنت؟ هل نرفع في الأسعار؟ هل نقوم بإشراك الخواص؟ يعني ما هو الحل سي شكيب؟ هو الحل لا مفر به. نعم. الحل هو تشجيع الطاقة الشمسية. نعم. باش تاخذ مكان مثلا الغاز الطبيعي اللي هو يستعمل الآن بتوليد الكهرباء، أو يستعمل مباشرة لتدفئة المياه واستعماله من المستهلكين. ولهذا لما أنت تتكلم على الطاقة الشمسية تتكلم على مشاريع الطاقة الشمسية. هذه مشاريع مكلفة، وهذه المشاريع مثلا لا تكلمنا على مثلا الطاقة الشمسية لتدفئة المياه، لازم تكون منافسة بالنسبة إلى تدفئة المياه جاية عن طريق الغاز الطبيعي، والآن ما تقدرش يعني تنافس. ولهذا في الجزائر ما تشوفش يعني تطوير الطاقة الشمسية لتدفئة المياه في البيوت، وتشوفها في البلدان الأخرى. نعم. اللي عندهم سياسة عقلانية بالنسبة إلى الأسعار تاع الغاز الطبيعي. ولهذا لازم نوصلوا إلى مجال اللي تكون الطاقة الشمسية تقدر تنافس الغاز الطبيعي، أو تقدر تنافس توليد الكهرباء عن طريق الغاز. لأن لما تولد الكهرباء بالغاز أو تولدها بالطاقة الشمسية هي نفس الكهرباء، ولكن عندها كلفة بالغاز وعندها كلفة بالطاقة الشمسية. نعم. إلى الطاقة الشمسية تكون الكلفة ديالها أعلى، ولا مستثمر يعني في القطاع الخاص أو القطاع العمومي يقدر يعني يدخل. ولو مثلا تقول صحيح ما نقدروش ولكن راح ندعمه، ولكن الدولة ما تقدرش يعني تدعم دائما، لأن يصير دائما فيها عجز في الميزانية، وبزيادة السكان وبنمو الاقتصادي العجز يكون أكثر وأكثر، ونوصلوا إلى مجال وين لازم نقرروا لتشجيع الطاقة الشمسية عن طريق الأسعار. ما تظنش أنه تأخرنا؟ احنا بدينا يعني فيما يخص يعني رفع الأسعار الكهرباء يعني تدريجيا في 2016. ما تظنش أنه تأخرنا يعني في هذا الإجراء؟ ما تظنش أنه ربما لو بدينا يعني في 2000 ولا في 2005 مثلا بالرفع يعني تدريجيا كنا ما نوصلوش لهذه الوضعية ربما؟ هي صحيح، لأن أنا لما كنت وزير يعني اقترحت
بزيادة في المشتقات نعم. وفي الأشياء الأخرى، ولكن ما توصلنا إلى ارتفاع. ارتفاع. كنت أنا اقترحت باللي كل سنة نزيدوا يعني 5%، نعم. 10%، باش في وقت 10 سنوات 15 سنة نوصلوا إلى مستوى ونسمحوا للطاقة الشمسية باش تأخذ تدريجيا مكان الغاز الطبيعي والكهرباء يعني في هذا المجال. ولازم نقول شيء هو مهم بكثير بالنسبة إلى الطاقة الشمسية، لأن الطاقة الشمسية هي صناعة جديدة. لأنها تكون صناعة جديدة ستساهم كثيرا في الاقتصاد الوطني، لأنها تخلق قطاع صناعي جديد، تخلق يعني فرص عمل جديدة وحيوية جديدة في النمو الاقتصادي. ولهذا لازم نشجعها. كما احنا نشوفوا مثلا كثير من المشاريع راها تطور في هذا المجال، ولكن تكون مشاريع في ناحيات يعني مختصة اللي تقدر يعني تستوعب هذا. ولكن انا لما نتكلم عن الطاقه الشمسيه نتكلم عليها كيف نطبقوها في كل البلد، يعني نعم ماشي في ناحيات نائيه وناحيات بعيده كل دول اللي عندها يعني مردوديه اقتصاديه، واللي طبقناها يعني في السابق. يعني انا كثير من المشاريع اللي عملتها في السابق عملناها في الناحيات اللي عندها ما عندهاش عدد سكان كبيره، ونقدروا يعني نطبقوا الطاقه الشمسيه هنا. نعم. سي شكيب، كذلك ننتقل لنقطة مهمة فيما يخص يعني الغاز. احنا نعرف أن الجزائر يعني معظم صادراتها يعني تكون يعني من الغاز، وعندنا عقود كثيرة مع الدول الأوروبية. في 2019 يعني راح تنتهي هذه العقود، راح تنطلق مرحلة أخرى هي تجديد يعني العقود. اليوم هناك ضغط كبير من طرف يعني الاتحاد الأوروبي من أجل يعني مراجعة يعني سياسة العقود إلى غير ذلك. اليوم كيف يعني تشوف يعني وضعية الجزائر يعني بعد 2019؟ هو لازم ننظروا إلى السوق. نعم. الغاز الطبيعي فيه تغيير كبير في السوق العالمي، في ظهور الغاز الصخري الأمريكي. لأن الغاز الصخري الأمريكي من أقل تكلفة في العالم، وأكبر مصدر الغاز الآن يكون في المستقبل هو أمريكا. ولهذا الغاز الطبيعي، السوق الغاز اللي كان سوق جهوي في السابق، مثلا كان سوق أوروبي وسوق آسيا وسوق أمريكا، الآن صار سوق عالمي يصير فيه منافسة ما بين يعني المنتجين، مثلا المنتجين الأمريكان، ولكن فيه منتجين في المستقبل يجوا من إفريقيا الشرقية، وفي حتى البحر الأبيض المتوسط. في الشرق البحر الأبيض المتوسط فيه موارد الغاز واحتياطي الغاز كبيرة. ولهذا نظن في المستقبل تكون فيه منافسة كبيرة ليخلق سوق يخرج على السوق البترول، لأن كان سوق الغاز في السابق متعلق بالسوق البترول، كان دائما مثلا الأسعار مرتبطة. ولكن الآن راه يتطور إلى سوق مستقل خارج على السوق البترول، ولو كثير من العقود ستبقى يعني متعلقة. إذا ماذا ستفعل الجزائر في هذه الحالة؟ انطلاقا في هذه الحالة لازم الجزائر يعني تأخذ المعركة تاع المنافسة في هذا المجال. والشيء اللي ما قلتوش هو بأن أوروبا راه تضغط على روسيا باش يكون السعر تاع روسيا منافس، لأن حتى الآن يعني كانت روسيا عندها شبه احتكار في السوق الأوروبي، ولكن الآن عندهم مجال باش يستوردوا الغاز الأمريكي يكون منافس. ولهذا يصير ضغط على روسيا زيادة على الضغوط والعقوبات اللي راهم حاطين على روسيا. ولهذا الجزائر لازم تدخل في المعركة باش تبقى بالحصص ديالها، تدخل في المنافسة، ولكن زيادة على ذلك. كيفاش تدخل في المنافسة؟ تخفض في السعر، تزيد في الإنتاج؟ تدخل في المنافسة يكون سعر السوق الآن ما بقاش يعني السعر لأن كان شبه احتكار اللي كان يمكن بالعقود طويلة المدى لنتفقوا على الأسعار، لأن المشتري والبائع كانوا مرتبطين. الآن يعني المشتري يقدر يشتري في أمريكا، يقدر يشتري في روسيا، يقدر يشتري في قطر، يقدر يشتري من الجزائر، ويختار السعر المناسب بالنسبة له. ولهذا ندخل في هذه المعركة، ولازم نفكروا في استراتيجيتنا واش نستعملوا كل غاز للتصدير الآن،
ولا نتابعوا مثلا السياسه اللي انا كنت تابعتها مثلا لتطوير الاسمنت، لتطوير الاسمده، لتطوير المواد البناء باستعمال الغاز في السوق المحلي، لان بهذه الطريقه راح نخفضوا من التصدير ونخفضوا على السوق الدولي العرض ديال الغاز الطبيعي، لانها تكون كثره يعني بالنسبه الى وجود الغاز طبيعي في السوق الدولي. هل يعني الجزائر يعني مهددة يعني بفقدان يعني حصتها من تصدير يعني الغاز نحو أوروبا في حال أنه لم تغير يعني من سياستها يعني التصديرية؟ لا، لازم تغير سياسة، لأن ما عندهاش خيار. الخيار لأن يصير فيه سوق منافس كما البترول. يعني انت ما تقدرش تبيع البترول ديالك ب 70 دولار الآن، تبيعه ب 50، تبيعه بالسعر يعني السوق. ولهذا صار فيه سوق دولي الآن في الغاز، ما كانش موجود من قبل، ولكن الآن صار موجود خلاص. يعني الآن لازم تدخل في المنافسة وتنظر إلى استراتيجية تبعك ديالك باش تقول واش أحسن نصدر ولا نستعمل الغاز في السوق المحلي. أنا نظن استراتيجية تكون مع الاثنين، نصدروا شوية ونستعملوا يعني كمية أخرى لخلق مناصب شغل، لخلق اقتصاد، ولخلق صناعة جديدة باستعمال الغاز الطبيعي. نعم. وفيما يخص العقود، نحن نعلم أن الجزائر تتعامل يعني بعقود يعني طويلة المدى، والأوروبيين يطالبوا في كثير من المرة أن تكون هناك عقود يعني قصيرة المدى. هل تظن شكون العقود اللي تفضل سي شكيب؟ هو إلى أنت تدخل إلى السوق، ولا شكون هو العقد الأفضل للجزائر؟ يعني هو على حساب الدولة وعلى حسب الامتيازات اللي تقدر مثلا يكون عندك علاقات نعم. حسب يعني العلاقات خاصة مع إيطاليا مثلا. نعم. وإيطاليا يمكن لأن العلاقات الاقتصادية مع الجزائر عندها يمكن تعطي لك امتيازات اللي ما تقدرش تأخذها من دول أخرى. نعم. تروح ولكن السعر اللي راح توصلوا إليه يكون مرتبط بالسوق الحر. نعم. يكون مرتبط، ولو يكون مرتفع شوية أعلى من السوق الحر، يكون مرتبط كما مثلا السعر تاع السهارا براند تاع البترول الجزائري مرتبط بالسوق الحر ديال البحر يعني الشمال، لامير دو نور، البراند. نعم. البراند هو السعر المرجعي. السعر المرجعي مرتبط به السهارا بلان، مرتبط به السعودي، مرتبط به كل شيء. ولهذا السعر المرجعي يكون السعر المنافسة اللي موجودة في السوق الغاز الطبيعي، وهذا اللي يعطي مثلا السعر المرجعي للعقود. نعم. وفيما يخص تجديد العقود، هل الجزائر يعني ما هو الوقت يعني الأمثل بالنسبة لها باش تقوم بتجديد العقود؟ هل جدد يعني حاليا وحنا البترول هو في 46 دولار، وحنا على بالنا أنه مرتبط يعني بأسعار الغاز مرتبطة بأسعار البترول، يعني ما هو الوقت المناسب اللي لازم تستغلوا الجزائر باش تقوم يعني بتجديد هذه العقود؟ لا، لأي حال كل عقد عنده مدى، ولهذا نعم. إلى يكمل في 2019 تقريبا. 2019 لازم تغيروا في 2019 لأن نعم. ما فيه مجال. لازم ننتظروا حتى 2019. ولهذا لازم لأن يمكن السعر اللي عندك الآن هو من أحسن سعر. نعم. ولهذا ما نظنش ما عندكش مصلحة الآن باش تغير السعر ديالك، لأن سعر البترول منخفض والسعر الغاز الطبيعي راه فيه منافسة. ولهذا ماشي أحسن وقت ولو تخفض لسنتين أو شيء، ولكن بعد 2019 لازم تأخذ بعين الاعتبار كل المزايا اللي عندك مع الدول. نعم. ومع السوق، وتأخذ القرار المناسب. وهذا نظن مفوضين تبع سوناتراك مختصين في هذا الميدان. نعم. يقدروا يعني يوصلوا إلى أحسن سعر في هذا المجال إن شاء الله. إذا دائما فيما يخص سوناتراك هي الجزائر. اليوم تحدي الكبير بالنسبة لسوناتراك لوضعه يعني الوزير يعني الطاقة يعني نور الدين بوطرفة هو الوصول إلى رفع الإنتاج بنسبة 30%. هل يمكن يعني الوصول لذلك؟ أول يعني أنا ما أعرف، يعني لأن ما عنديش المعلومات الكافية الآن باش نقول ممكن أو لا ممكن، ولكن هو مرتبط بالاستثمارات. نعم. الاستثمارات تبع سوناتراك هو الاستثمارات تبع الشركات. حتى يعني إلى سوناتراك عندها القدرات الاستثمار
في رفع الإنتاج. أنا نظن يعني يقدروا راهم رفعوا يعني الإنتاج شوية حوالي 10%. نظن فيه إمكانيات، هو على حساب الاستثمارات اللي يقدروا يعملوها، وعندهم إمكانيات بشرية وعندهم إمكانيات مالية باش يقدروا يزيدوا فيها. واش يقدروا يوصلوا لها في ظرف يعني الوقت المعين، ما أعرف إذا هذا ممكن. نعم، حتى يعني الشركات الأجنبية شفنا يعني في المناقصات، يعني مختلف المناقصات اللي يديرها سوناتراك شفنا عزوف. يعني لماذا اليوم يعني الشركات الأجنبية تعزف عن المشاركة في استثمارات يعني سوناتراك؟ هي المشكل هو السعر أولا، لأن تغير يعني الأوضاع تغيرت بكثير. والآن عندهم إمكانيات أخرى في دول أخرى اللي تعطيهم مميزات يعني أحسن يعني من الجزائر. لما واحد المستثمر يعني ينظر إلى الجزائر ما ينظرش غير الجزائر، ينظر إلى مثلا الغاز البترول الصخري، ينظر إلى أمريكا اللاتينية، ينظر إلى الدول الإفريقية اللي تعطي له مميزات الامتيازات في مجال يعني الاستثمار وفي مجال المردودية. لازم المردودية اللي نعطيه له احنا تكون أحسن. إذا هو يعمل الحسابات ديالو وما يوجد المردودية اللي هو يطلبها ما راحش يستثمر في هذا المجال. نعم، الآن نتكلم فيما يخص سوناتراك. دائما أنت كنت يعني وزير يعني للطاقة. سوناتراك يعني في عهدك كنا نشوفوها مستثمرة يعني في الخارج، يعني مستثمرة في الإكوادور، مستثمرة يعني في ليبيا إلى غيرها. اليوم سوناتراك يعني ما هيش تستثمر في هذه الدول، لماذا يعني؟ لا، هي لا زالت يعني ما زالت يعني تستثمر في ليبيا، ولكن فيه مشاكل يعني في ليبيا وفي مالي وفي موريتانيا ما زال عندها، وحتى في البيرو. احنا بدينا استثمارات في البيرو في 2002 و2004 بدينا الانتاج، وحتى الان فيه مداخل يعني جايه يعني للخزينه العموميه من هذاك المشروع، حوالي 50 مليون دولار في السنه راه تدخل ولهذا احنا يعني اخذنا هذاك القرار من الناحيه الجيوسياسيه وحتى من الناحيه التامينيه لتموين الجزائر، اللي كنا ننظروا الى المدى الطويل باش نامنوا امدادات للجزائر، ولو ما تكونش امدادات بالبترول تكون امدادات بالعمله الصعبه. لما تكون مداخل كنا عمله صعبه، وكنا ننظروا الى استعمال الموارد البشريه ديالنا، لان كانت عندنا موارد بشريه كبيره يعني مطوره عندها خبره، وهذه وكثير منهم كانوا يروحوا يعني يشتغلوا في الدول الاخرى. احنا فهم اللي مش احسن نستعملوهم احنا كجزائريين نستعملوهم في المشاريع ديالنا في الخارج، ولهذا جات الفكره باللي نستعملوهم في ليبيا وغير ذلك. واستعمال هذه الخبره ولو في الخارج من طرف الجزائر تعطي تأمين للجزائر من الامدادات، وتعطي لها مداخل بالعملة الصعبة في المستقبل، وتساعد في لا بالانس دو بايمون يعني في الميزانية تاع الدفع. نعم، يعني نغلق ملف يعني الطاقة، نغلق يعني ملف يعني سوناتراك إلى غيرها. نتكلموا الآن فيما يخص يعني الأزمة يعني الاقتصادية اللي يعيشها العالم، ليس فقط يعني الجزائر. يعني بعد يعني تقريبا يعني عامين يعني من هذه الأزمة، كيفاش يعني تقيم يعني تعامل يعني الجزائر وتعامل الحكومة مع هذه الأزمة؟ أنا تكلمت على هذا الشيء. أول شيء لازم نعمله أكثر مما لدينا من موارد بشرية وموارد مالية. يعني الدولة راه تصرف أموال كبيرة، تصرف أموال كبيرة مباشرة في المستوى المركزي والمستوى المحلي، وحتى على يعني على عن طريق يعني الشركات العمومية تابعة لها. ولهذا لازم نعمل أكثر مما لدينا، لازم المردودية تكون أكثر، لأن احنا نصرفوا أموال كبيرة. واش المردودية تكفي أو لا؟ لازم أولا يعني نركزوا على كيف نوفروا أكثر من هذه الناحية. ثانيا نظن باللي لازم نشجعوا ولا سيما القطاع الخاص باش ما يبقاش يعيش تحت ظل الدولة، لأن حتى الآن هو يعيش تحت ظل الدولة، لأن الدولة تأمن له المشاريع وتأمن له كثير الأشياء. لازم القطاع الخاص كان أجنبي أو كان محلي يشجع باستثمار في كل القطاعات، القطاع الفلاحي، القطاع الصناعي، القطاع الصيد البحري، قطاع السياحة والقطاعات الأخرى.
ويكون عندنا مشاريع اللي نتابعوها في هذا المجال. والشيء الآخر اللي ما عندناش هو التخطيط التأشيري. يعني لازم يكون عندنا لا بلانيفيكاسيون انديكاتيف باش نعرفوا وين رايحين. نعم. وين رايحين، واش حنا نستثمروا في القطاعات اللازمه ولا حنا غير نستثمروا في القطاعات اللي ما يعطيوناش تنويع الاقتصاد ديالنا، وما عطيناش تامين للفرص العمل، وما عطيناش تامين للاقتصاد ديالنا في المستقبل. كل هذا وكان فيه مشاكل كثيرة اللي تكلمنا عليها. نعم. في البنوك بالفعل. وفي خلق صناديق للتمويل ولا للتمويل من البنوك للسكن وللحرف الصغيرة وللمشاريع الصغيرة. تكلمنا كثير على هذا الشيء اللي يقدر يساعد وباش نساعدوا كل هذه القطاعات اللي خارج المحروقات باش يصدروا. علاش يصدروا؟ باش نربحوا العملة الصعبة. وكيف نصدروا؟ باش نسهلوا التصدير عن طريق ماشي غير القوانين، عن طريق الضرائب وعن طريق القروض وعن طريق العلاقات الدبلوماسية واستعمال الدبلوماسية ديالنا باش نحسنوا العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، ولا سيما لأن كما قلت أنا قبل السوق الإفريقي هو سوق واعد، يعني فيه مليار نسمة اللي راح تطلب مواد غذائية، مواد البناء، تطلب كل شيء اللي احنا موجود الآن. نعم. يمكن ماشي بكثرة ولكن نقدروا نطوروا مشاريع كبرى. نعم. للتصدير ولانخفاض التكلفة في البلد. نعم سي شكيب، يعني لتشجيع هذا الاستثمار شفنا يعني قوانين كثيرة يعني تندار في الجزائر يعني كل سنة. هذه أصبحت يعني موضة في الجزائر. نتكلموا فيما يخص يعني قانون المالية 2017، مشروع قانون المالية 2017. كيفاش تشوف هذا القانون؟ هذا القانون يعني يشجع يعني الاستثمار؟ هو فيه يعني كثير من الأشياء يعني اللي تشجع. نعم. اللي تشجع في الاستثمار، ولكن نظن بالمشاريع لازم ننظر إليها كل مشروع لوحده، لأن نعم. كل مشروع عنده مردودية. مثلا نعطيك أنا مثال. نعم. إلى باختصار. مشروع عنده مردودية عالية، ليش الدولة تأخذ غير 51% مثلا؟ علاش ما تاخذش 80%؟ نعم. لأن فيها مردودية عالية. ولكن إذا كانت المردودية منخفضة علاش نطلب 51%؟ لأن هذا ما يخليش المشروع يمشي، لأن المستثمر راح يرفض يعني ياخذ غير 49% لما المردودية تكون ضئيلة. ولهذا نشوفها بأن النظرة إلى المشاريع بهذه الطريقة ستساعد إلى تطوير وتشجيع الاستثمار في كل المشاريع على حساب المردودية اللي نتوصلوا إليها. نعم. لأول مرة يعني في قانون يعني المالية 2017 تم اعتماد سعر مرجعي يقدر ب $50. هل يمكن اعتبار هذا نقمة أم نعمة على الجزائر أو مجازفة إن صح التعبير؟ لا، الجزائر ما عندهاش خيار يعني بالنسبة إلى هذا السعر، لأن هذا السعر هو السعر المرجعي للناس تتوقعوا يكون البترول له $46. إذا صار فيه استقرار في السوق وإذا صار فيه اتفاق يعني في فيينا. هذا هو أنت تؤيد يعني هذا القرار يعني؟ لا، أنا كثير متفائل باللي يتوصلوا إلى هذا الاتفاق ونوصلوا إلى $50 معدل في السنة الجاية إن شاء الله. يعني الآن دائما فيما يخص يعني قانون المالية شفنا فيما يخص سياسة دعم، يعني سياسة دعم يعني كل سنة مثلا يعني نعطيك مثال يعني في السنة 2016 يعني $16 مليار راحت كامل يعني في سياسة دعم. اليوم كيف يمكن أن يعني نراجعوا يعني هذه السياسة يعني باش تروح يعني لأهلها؟ اليوم الغني يستفيد يعني من الدعم، الأجنبي يستفيد من الدعم، السائح يستفيد من الدعم. يعني كيف يمكن أن نتحكموا في سياسة الدعم؟ هو المهم هو يعني العدالة في الدعم هو المهم، ولكن أنا ما نظنش فيه عدالة في الدعم، لأن كما قلت الميسورين هما اللي يستافدوا من الدعم ماشي الفقراء. ولهذا لازم نرجعوا العدالة في الدعم ونساعدوا الفقراء والمحتاجين أكثر، وما يبقاوش الميسورين يستافدوا من الدعم باش هذه الكمية اللي نوفروها نستعملوها ماشي للاستهلاك. نعم. باش نستعملوها للاستثمار، لأن الاستهلاك ما يجيب أي ثروة يعني. ولهذا الكمية المالية اللي نقدر نوفروها
نقولوا 10 مليار دولار مثلا نوفروها، نقدروا نستثمروها لخلق فرص عمل مثلا في الطاقة الشمسية، لخلق صناعة جديدة، لخلق فرص عمل ولخلق نمو اقتصادي قوي بالاستثمار. ولهذا الدعم وسياسة الدعم عندها انعكاسات كبيرة ومهمة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، ولازم ننظر إليها. وكثير من الدول يعني فاتت من هذه المرحلة، مثلا إيران كان عندها دعم كبير ولكن حلت الدعم عن طريق الدعم المباشر للفقراء وللميسورين، تعطيهم نفس الشيء على الأقل حتى الفقير ياخذ كما يعني الميسور كما الثري. ولهذا فيه يعني كيف نقولوا خبرة وفيه تجربة في استعمال وحل مشاكل ديال الدعم. ولهذا لازم ننظروا كل هذه الدول، في 20 أو 30 دول بمستوى ديال الجزائر اللي كانت تدعم وخرجت من هذا الدعم، والآن ما عندهمش أي مشاكل، راهم يتطوروا بطريقة عادية، ويمكن للمستثمر ياخذ القرار المناسب على أساس السعر المناسب، ماشي على أساس واش الدولة راح تدعم ولا ما تدعمش. مثلا إلا ناخذ سونيلغاز، سونيلغاز تقول أنا مثلا نعمل مناقصة على الطاقة الشمسية، نفرضوا باللي السعر تاع ديك الطاقه الشمسيه تكون اعلى من التكلفه المستثمر يقول لك اعطيني انا ضمان باللي راح تدفع لي دفتر الشروط. واش سونيلغاز عندها امكانيه ماليه باش تعطي الضمان لهذاك المستثمر؟ ما نظنش. يعني ولهذا مثلا لما عملنا احنا المشاريع تاع المياه تاع تحليه المياه، دخلنا سوناتراك وسونيلغاز في المشروع. علاش؟ لان هذاك هو الضمان للمستثمر وللشريك. بالفعل لما تقول له انت الدوله تعطيك الضمان، يقول لك انا الدوله يمكن تعطيني الفلوس اليوم ولكن غدوه ما تعطينيش الفلوس. نعم. يعني بما أن الوقت يعني انتهى، يعني النقاش يعني لا ينتهي لك الوقت ينتهي للأسف. هناك فقط يعني بعض يعني الصور يعني الكاريكاتورية اللي عندها علاقة يعني بالوضعية الاقتصادية اللي تعيشها الجزائر. إذا كان أمكن فقط يعني مع المخرج نشاهدوها مع بعض في شكيب، لكن تعطينا تعليق يكون قصير لأن الوقت انتهى. تفضل مصطفى. الصورة الأولى. توقعات شكيب خليل حول ارتفاع أسعار البترول، ماذا يمكن أن تقول في كلمتين؟ يعني استقرار في سعر البترول، نظن في السنة 2017 ويزداد من بعد ذلك. شحال؟ 50 أنا نظن 50 معدل 50. ما نقولش يعني في أوائل 2017. نعم. في أواخر 2017 يكون أكثر من 50 إن شاء الله. نعم. الصورة الثانية مصطفى. اقتصادنا ينزف بعد انخفاض أسعار البترول. يعني ما نظنش ينزف يعني أسعار البترول. نظن هذه يعني مجال لنا باش نفكروا، باش نخرجوا من التبعية. هي يعني فرصة، ظاهرة جيدة باش نقدروا نتكلموا على هذا الشيء، لأنه ولو ما كانت هذه الأوضاع كما هي الآن ما كناش نقدروا نتبادلوا الآراء على الأوضاع الآن، وكيف نقدروا نغيروا السياسة وكيف نقدروا ننوعوا الاقتصاد. نعم. الصورة الثالثة مصطفى. قانون يعني المالية الجديد من هموم مواطن. هو الهموم المواطن، يعني لأن المواطن يخاف من زيادة الضرائب والكهرباء والغاز والأشياء الأخرى والتضخم، يعني وعنده الحق في هذا الشيء. ولكن الدولة لازم يعني تواجه المشكل كما قلنا، مثلا تزيد في الدعم للمحتاجين، وتقدر تزيد في الدعم للمحتاجين، ولكن اللي ما يحتاجوش لازم نقص لهم من الدعم. بالفعل. آخر صورة مصطفى. راك واجد يا مواطن. راك واجد يا مواطن، يعني مسؤول يعني يتكلم مع مواطن يقول هل أنت راك واجد يعني 2017، يعني يتكلم على 2017. وكثير يعني من المسؤولين يعني
قالوا يعني أنه في 2017 حتكون أصعب مرحلة بالنسبة للجزائر يعني. ما نظنش يكون اصعب مرحله، ما تكونش اصعب من 2015 و2016. احنا فتنا نظن المرحله الصعبه وهي 2016. نعم، يعني نشكر الزميل يعني ديار بن داود مراسل يعني تيرت على هذا الكاريكاتور يعني الجميل. إذا الوقت انتهى سي شكيب خليل، يعني استفدنا كثير يعني من أفكارك ومن اقتراحاتك. ممكن يعني كلمة أخيرة في 20 ثانية أو 30 ثانية؟ والله انا كثير متفائل بالنسبه الى نعم. الى الجزائر، والجزائر الان عندها حظ بهذه الازمه، الى نسميوها ازمه. نعم. باش تفكر بنموذج جديد، وهو نموذج التنويع ونموذج مشاريع ونموذج توجه الاقتصاد ديالنا الى افريقيا، لان هذا هو المستقبل ديال الجزائر، لازم نتوجهوا اليه ونعطي اقتراحات كبيره في هذا المجال. لان اذا ما اخذناش هذا المجال كثير من الدول الاخرى راه تاخذها وتأخرنا كثير ونوصلوا متاخرين في الوقت المناسب. وان شاء الله هذا ما يكونش، والجزائر تاخذ مكانها في الاقتصاد الافريقي ان شاء الله. شكيب خليل وزير الطاقه والمناجم الاسبق، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. الشكر كذلك موصول اليكم انتم مشاهدي ومتتبعي قناه نهار. تقبلوا تحياتي وتحيه كل الفريق التقني العامل معي. اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.